ما دمت فتحت هذا الفيديو فإن الله أراد بك خيرا. سأعطيك مفتاح من مفاتيح تحقيق الأمنيات أو تحقيق المعجزات، وستشكرني عليه أو ستشكرينني عليه، ألا وهو الصلاة الإبراهيمية. مع حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لأبي كعب، حيث سأله أبي كعب: كم أجعل لك من صلاتي يا رسول الله؟ يعني كم أصلي عليك يا رسول الله؟ قال أبي كعب: الربع. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال: أصلي عليك النصف. قال: ما شئت. قال الرسول عليه الصلاة والسلام: ما شئت، وإن زدت فهو خير لك. قال أبي كعب: أجعل لك صلاتي كلها يا رسول الله؟ قال الرسول عليه الصلاة والسلام: كذلك يكفى همك ويقضى دينك، يعني أن كثرة الصلاة على النبي تكفي الهموم وتقضي الديون. هذا كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. قول الرسول قول حق، فهو لا ينطق عن الهوى، إنما هو وحي يوحى. صلاة إبراهيم معجزة تحقيق كل الأمنيات وكل المستحيلات، والله العظيم معجزة. كما أنها تكفيك الهموم والغموم التي تصير في حياتك. محروما عرف هذا الخير وتركه، فيها خير الدنيا والآخرة. إنها والله تقضى بها الحوائج، تدفع بها الهموم والغموم. تقول سيدة أعرفها: كنت في غم وهم لا يعلمه إلا الله، فالتزمت بالصلاة الإبراهيمية فتغيرت حياتي 180 درجة. انقلبت حياتي لأحسن بكثير، انفتح لي باب رزق وأمنيات شبه مستحيلة. تقول: أقسم بالله العظيم أني شفتها بأم عيني، التي كانت عندي عندما كنت صغيرة، أخذت بفضل الصلاة الإبراهيمية. أما أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نصلي على النبي، قال: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. هذا أمر إلهي بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. لما الله أمرنا بهذا فيعني أنه فيه خير لنا ورحمات. إنها تكفر عنا الذنوب، تمحي عنا السيئات، ترفع درجاتنا عند الله. كما أنها الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام الله يغفر لنا بها 10 ذنوب ويرفعنا بها 10 درجات. كما أنها تمحيص للمسلم وتكفير لذنوبه، وكذلك تحقيق لأمنياته البعيدة. أن كل هم في قلبك يزيحه الله بفضل الصلاة على النبي، وكل أمنية تتمنيها أو ترغبين في تحقيقها سترينها بفضل مداومة الصلاة على النبي. سبحان الله. وتكون لك سببا في دخولك للجنة بسبب مغفرة الذنوب. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سيشفع لك بدخولك إلى الجنة بكثرة الصلاة على النبي. كل صلاة على النبي الله سبحانه وتعالى يرحمنا بها. كما أن الرسول عليه الصلاة والسلام سئل عن كيفية الصلاة عليه فقال: قولوا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذه الصيغة التي أمرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أن نصلي بها عليه. كما أن هناك قصص كثيرة على أناس قد تغيرت حياتهم، حققوا أمنياتهم بفضل الصلاة على النبي بصيغة أبسط، مثل اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. بعدد تكرارها هذه الصيغة أبسط وأسهل على اللسان، فالإنسان يختار الصيغة التي تناسبه، التي يمكن أن يحقق بها أمنياته، ولكن يقولها بيقين. تخيلي أن الله يصلي عليك 10 مرات. هذه كرامات الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذا صليت عليه 10 مرات الله يصلي عليك 100 مرة. تصوري كل صلاة تساوي 10 في 10 100، يعني 100 رحمات، 100 درجات، 100 حسنات. تخيلي معي كم عظم هذه الصلاة الإبراهيمية.
ولكن ردديها بيقين، ردديها وأنت تستشعرين النبي وتستشعرين فضل الصلاة على النبي وأنها ستزيل همومك وغمومك وتحقق أمنياتك. شرف عظيم أن نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تصوري كل أمنية سواء كانت درية، رزق، زواج، وظيفة، مهما كانت هذه الأمنية تبدو مستحيلة فإن الله سيحققها بفضل الصلاة على النبي. وكذلك تتساقط عنك ذنوبك وتمحى همومك، يعني هذا مكسب دنيوي وآخري. استشعري هذا الذكر واعلمي أن تكرار هذا الذكر هو كنز ومعجزة ومفتاح سحري لكل مشاكلك، تحقيق كل أمنياتك مهما بدت مستحيلة، سواء ذكرتيها أو لا تذكريها. إنها دعاء، الصلاة على النبي دعاء، يعني أنت الله يعلم ما بداخلك، ما تريدين على النبي الله يحقق لك كل ما تتمنيه وأكثر. والله الصلاة على النبي عظيمة 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 عظيمة. مهما كبر همك وكبرت أمنياتك وعظم همك فإنها تزول وتنسف كما تنسف الجبال. سترين أحلامك محققة وهمومك مزاحة بالصلاة على النبي وفضل الصلاة على النبي. قوليها باستشعار ولا تترددي ولا تفكري كيف ومتى ستحدث لي أمنياتي. أطلب منك كثرة ترديدها بأعداد كبيرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقكم من حيث لا تحتسبون ويعطيكم ما تتمنون وأكثر، ويرزقكم الصحة ويعطيكم حتى يرضيكم. شاركوا هذا الأجر مع من تعرفونه لديه محنة أو ضيق أو يريد تحقيق أمنية، كما أنني يسرني أن أرى تعليقاتكم وأرى مشاركتكم. إن عجبكم الفيديو فلا تبخلوا علي بلايك، تعليق والاشتراك في القناة. وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. والسلام عليكم.